كشفت مصادر إعلامية موثوقة عن معلومات خطيرة تفيد باستكشاف نفق سري يمتد من التراب المغربي نحو منطقة باب العص الحدودية بولاية تلمسان، يستخدم ضمن شبكات التهريب المنظم للمخدرات والسموم القادمة من المغرب. وحسب ذات المصادر فإن النفق الذي تم اكتشافه يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ويرجح أنه استخدم خلال الفترة الماضية لتهريب كميات معتبرة من الكيف المعالج، وهي المادة التي تعد سلاحا لطالما استخدمه المخزن لضرب استقرار الجزائر. متصل تواصل الجزائر رفع درجة التأهب على طول شريطها الحدودي مع المغرب بعد أن أصبحت تلك الحدود بفعل تآمر الرباط بؤرة خطيرة لتدفق السموم البيضاء والسوداء، إضافة إلى تزايد محاولات التسلل والاستفزازات المتكررة. النظام هو رايح يقتلنا غير بالفضايح خوتي العزاز، والله العظيم. البارح قناة اليتيمة الجزائرية نشرت أخبار كاذبة اللي هي قال لك لقاو نفق يربط بين الجزائر والمغرب يهربوا فيه لا دروك. هذاك النفق من راحوا جابوه من اليوتيوب، غوارديا تاع الاسبانيا اللي لقاو النفق هذاك، صح كانوا يهربوا منه لا دروك، مي ماشي بين الجزائر والمغرب، راكو فاهمين. هذا النظام ما عيناش متبوني يكذب علينا، وزير الكذب، وزير العدل يكذب علينا، كاع يكذبوا علينا. دوك ولاو حتى الاخبار ينشروا الاخبار الكاذبه. وشنو هو الاساس في هذا الشيء هذا كي تنشر الاخبار الكاذبه؟ علاش؟ وشنو هي الفائده تاعك كي تنشر الاخبار الكاذبه؟ ومن بعد تقولوا المغاربه ماشي ملاح. شو النظام هذا؟ كي نقول لك خوتنا المغاربه، انا علاش نروح نربح العيب مع المغاربه؟ علاش؟ باسكو هذا النظام هذا اللي يربح العيب مع المغاربه لازم نمشي مع هذا النظام الطحان. علاش انا واش داروا لي المغاربه؟ انت كجزائري واش داروا لك المغاربه؟ اسك دناو لك ليك، اسك دناو لعرضك، اسك دناو لارضك، واش داروا لك المغاربه؟ يا اخي النظام الجزائري هو اللي يدخل في الشؤون تاعو. كيسبوه المغاربه من حقهم باسكو هو اللي راهو يدخل في الشؤون تاعهم. المغاربه ما سقساو عليه، ما حوسوا عليه، ما قالوا له طابت ولا تحرقت. علاش هذا النظام ديما طاحنا بني مكلب بالرخاص.